جماهير اتحاد جدة السعودي تتعدى بالسب على محمد صلاح بعد رفضه التوقيع لنادي الاتحاد السعودي. وجهت بعض الجماهير المتعصبة لنادي الاتحاد السباب للنجم العالمي محمد صلاح، وقالت إحدى الفتيات إن أموال الاتحاد يمكن أن تبني مصر كلها. وقال أحد الشباب إننا يمكن أن نشتري نادي ليفربول، لكن الحقيقة التي لا يعرفها جمهور الاتحاد مع احترامنا الشديد لناديهم المغمور الذي لا يعرف عنه أحد شيئا في أوروبا أن صلاح لديه من الأموال ما يكفيه وزيادة، ولا يحتاج لأموالهم ولا ناديهم. وطموح محمد صلاح أكبر من ناديهم ومن أموالهم، ومحمد صلاح لديه أرقام قياسية يجب أن يحققها، وهي الفوز بأفضل لاعب في العالم مع تحقيق أرقام قياسية مع أساطير ليفربول. ومحمد صلاح لديه شركات عقارية في إنجلترا تدير له دخلا كبيرا من المال، بجانب عمل زوجته ماجي في مجال الهندسة الكيميائية، بالإضافة إلى تعليم أولاده في المدارس الإنجليزية، بالإضافة إلى فارق المستوى بين الدوري الإنجليزي والدوري السعودي، مع المشاركات في المسابقات الأوروبية والإعلام الأوروبي وجماهير نادي ليفربول العاشقة لمحمد صلاح. كل هذا أفضل من أموال نادي الاتحاد، ولا بد أن يعلموا أن الأموال لا تصنع بطلا، لكن البطل هو الذي يجلب الأموال والمجد والتاريخ. فتحية للبطل المصري، وتحية إلى مصر ورجال مصر الشرفاء. تحية لمحمد صلاح.